بيان سور وقع خطا حتى لاخر حصه، تبقاش واحد ربع ساعه ويقول لك كاين واحد الخطا. فاش وقع المشكل وزيد الدراري ربع ساعه. واش الباك هو الحل باش ندير فلوس، باش نوصل داكشي اللي باغي في حياتي؟ واش هو الحل باش نصوفي راسي وعائلتي؟ هادشي كامل اللي قلت لك، كاين اللي باغي يوصل ليه، كاين اللي ما مسوقش. انا غادي نشوفوا الانسان اللي باغي يوصل ويحقق الاحلام ديالو. واحد النقطه مهمه، انا ما كنتحملش المسؤوليه على هاد الهضره اللي غادي نقول، انا فقط كنعطي الراي ديالي، راي شخصي. مستر بن، ملي كنا صغار حنا كنا كنسمعوا انك الا ما قريتيش غادي تمشي دير شطابه، ولا غادي تمشي تخدم سرباي، ولا غادي دير كاع دوك الحوايج اللي ما غاديش يعجبوك. ولكن حنا ما كناش عارفين ان مول الشطابه والسرباي حتى هي خدمه. هذاك راجل خدام على راسو، خدام على كتافو. انا متفق معك ان والدينا ما كانوش كيبغيونا يشوفونا مكرفسين ويشوفونا كنتعذبوا، حيت هما عاشوا في واحد الوقت وحنا عشنا في وقت، يعني ماشي بحال بحال. يقدروا والديك يخرجوا عليك في حياتك، يقدروا يعطيوك قرار اللي تقدر تندم عليه انت. انا ما كنقولش لك ان القرايه ماشي مهمه ولا ان الباك ماشي مهم، بالعكس مهمين في حياتك. يقدروا يكونوا مهمين، يقدروا يكونوا ما مهمينش، على حساب الشخص كيفاش داير وكيفاش كيفكر والقدرات اللي يقدر ياخذ ولي ديسيزيون اللي يقدر ياخذوا في حياته. حنا كاملين عارفين ان القرايه مهمه، كاملين عارفين ان القرايه واحد الحاجه زوينه في حياتك اللي غادي تعلمك بزاف ديال الحوايج. غادي تعلمك كيفاش تكتب، كيفاش تحسب، كيفاش تعرف من الخيبه ومن الزوينه، وكيفاش ما تكونش امي. هادشي اللي قلت لكم كافي باش انك تكون انسان ماشي امي. خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، كاينه القرايه الاكاديميه وكاين القرايه الذاتيه، سيلف اديوكيشن اللي هو القرايه الذاتيه. هذه هي الحاجه الوحيده اللي غادي تقدر توصلك لداك الشيء كامل اللي باغي. والقرايه الاكاديميه فقط واحد الحاجه اللي غادي تقدر توريك كيفاش تكتب وكيفاش تحسب. ما غادي تستافد والو من بعد، ما غادي تستافد والو. بزاف ديال الحوايج كيقريهم ليك. انا داك الشيء اصلا كل عام كيتحط، كيبقى يعاود يتحط وكيبقاو عاد يتحط. مبرمجين كيبرمجوك على انك تبقى تقرا نفس الحاجه وديك الحاجه غادي تدوز فيها امتحان، وانت بلا ديك الحاجه ولا الامتحان ما غتستافد بهم والو في حياتك. ما غاديش تخدم بهم، ما غاديش دير بهم احلام، ما غاديش دير بهم فلوس، ما غاديش تكون بهم اسره. انا ما غاديش نقول لك لا ما تمشيش تقرا في المدرسه، لا انا كنحرجك ما تمشيش تقرا في المدرسه. بالعكس انا ما كيهمنيش هادشي، انا فقط كنعطيك الراي ديالي وكنعطيك نصيحه خذها ما تاخذهاش اللي بان لك. كاين سيلف اديوكيشن، القرايه الذاتيه. انت كتمشي تقرا على واحد الحاجه، كتمشي تتعلم واحد الحاجه، اي حاجه ناقص فيها كتمشي تتعلم من راسك. ناقص في لونغلي كتعلم فيه راسك، خصك تمشي تتعلم واحد سكيلز، واحد المهاره كتمشي كتقرا عليها. وداك الشيء هو اللي كيكون الثروه، هو اللي كيكون الفلوس. القرايه الاكاديميه هي فقط وسيله اللي غادي تقدر تبداها ملي كتكون صغير، تقدر تعلمك الحساب، تقدر تعلمك واحد الحوايج اللي بساط اللي بيزك اللي تقدر تاخذهم. ولكن دوزوا الموضوع ديال واش الباك غادي نقدر ندير به الفلوس. طبيعه الحال الباك ما عندوش علاقه بالفلوس، الباك ما عندوش علاقه بالمستقبل ديالك، الباك ما عندوش علاقه بداك الشيء اللي بغيتي دير. انت تقدر تكون انسان طموح باغي توصل في حياتك، بغيتي دير الفلوس، بغيتي دير بزاف ديال الحوايج، بغيتي تكون تا هو داك الانسان اللي كتحلم تكون. ثق بيا ان الباك ما غاديش يوصلك لهذا الشيء، ولو تقرا ورا الباك 10 سنوات غاديش توصل. باش تكون انسان ثري خصك تتعلم مهارات، خصك تتعلم تخدم، خصك تتعلم اناليزي كل حاجه، خصك دير مشاريع، دير بيزنس، دير بزاف ديال الحوايج. انا كيفاش تقول لي غادي نقرا وغادي نمشي نخدم في شركه، واخا تقرا 6 سنين واخا يكون عندك الماستر وتمشي تخدم في شركه، عمرك غادي دير الفلوس، بل فقط غادي تبقى انسان عايش كاري، عندك اسره، عايش نورمال. الهضره موجهه للناس الطموحين، وانا متاكد غادي يجيو بزاف ديال لي كومونتير كيهضروا كيقول لي الهضره ديالك غير كتخربق، انت يا انسان كتشجع الناس انها ما تقراش. بالعكس انا ما كنقولش حتى حد الناس ما تمشيش تقرا، بالعكس سير تقرا خويا، دير داكشي اللي كيعجبك. انا فقط كنعطي الراي ديالي وكنقول لكم حاجه بين حاجه، فقط كنعطي حقيقه اللي خصكم تعرفوها كاملين، حقيقه اللي خصكم كاملين تكونوا مستوعبينها وتكونوا كتامنوا بها، ان الباك ولا القرايه بصفه عامه ما غاداش تقدر توصلك لداكشي اللي باغي توصل ليه. 90% ولا 80% ديال الناس اللي لاباس عليهم ما عندهمش الباك، ما قراوش، بل قراو سيلف اديوكيشن، يعني قراو راسهم، تعلموا راسهم، طاحوا وناضوا راسهم، دوزوا دي اكسبيريونس راسهم، ما اعتمدوش على القرايه الاكاديميه اللي كتكون في الدوله ديالك، اللي الدوله كتتحكم فيك انت باش تخرجك عبيد، باش تخدم عندها في الشركه ديالها. هادشي تقدر تكون ما عارفوش، تقدر تكون ما عارفش هادشي كامل، ولكن جا واحد الانسان اللي هو انا اللي قال لك هادشي هذا، عارف
يقدر يتجبدوا بزاف ديال المشاكل في هذا الفيديو، يقدر يجوني بزاف ديال لي سينيال، ولكن انا ما كيهمنيش. انا فقط كنعطي الراي ديالي. خذوا ما تاخذوش، حياتك الحريه الشخصيه ديالك. دائما في الحياه كيكونوا ناس كيتفقوا معنا، كاينين الناس ما كيتفقوش معنا. الثروه كدار بالدماغ، ما كدارش واش انت قراي ولا ماشي قراي. الثروه كدار بالبيرسوناج ديالك، كنت كشخص كيفاش كتفكر. عندك تفكير انك بغيتي دير الفلوس، كتمشي كتقرا على واحد الحاجه بوحدك. يعني فاش كنقول لكم القرايه قرايه ماشي القرايه ديال المدرسه، كاين فرق كبير بيناتهم. تساوي القرايه ديال المدرسه، ما كنهضرش عليها، كنهضر لكم على القرايه ديالك انت. كتشري كتاب فيه كيفاش كتعلم هادي، كتدخل كتحل البيسي ديالك ولا التليفون ديالك، كيفاش نتعلم هادي، كيفاش ندير هادي. ناقص بواحد الحاجه غنمشي نتعلمها راسي، ما غنعولش على المدرسه اللي غادا توريني، لان المدرسه في الاخر كتلوحك، في الاخر ما كتعقلش عليك وكتبقى شمور وكتبقى في الدار وكتقول علاش انا ما خدامش. ولكن السكري الوحيد والسر الوحيد هو ديال دابا اللي قلت لكم، سيلف ادوكيشن، ماشي هو القرايه ديال المدرسه. خاص تستوعبوه مزيان. هذا فقط رايي الشخصي اللي عطيته لكم، هذا فقط حقيقه من بزاف ديال الحوايج اللي غادي تحطوا في هذا لاشين.